مشويات ابو حسن، ما تيجي نخش نشوف الدنيا فيها ايه. في هنا مكان مكتوب للعائلات بس في حد جوه، انا دخلت من شويه وطلعت، فاحنا هندخل نطلب ودي الاسعار اللي عندهم. يعني هنشوف السعر وهنشوف الشكل والطعم. بسم الله ما شاء الله. اللحوم عندهم عربيه. خلونا نسال الاول اللحمه. السلام عليكم. عليكم السلام. هي اللحمه عندك ايه اللي انت حاططها في الثلاجه دي؟ اللحم عربي نعيمه. كله عربي؟ كله عربي نعيمه. الله، انا شايف في حاجات تحت. ايه اللي تحت ده؟ قلوب وكبده وكلاوي. دي قلوب وكبده كلاوي وكلاوي برضو نفس الشيء. ما شاء الله. دي كفته اللي انا هاكلها دلوقتي. ده الكباب اللي احنا بنقول عليه كفته انتوا هنا مشويات شاميه. شامي ها؟ حلبي ها؟ مدير السلام عليكم. عامل ايه؟ ما توريني المنيو كده. حلو قوي. شفت في المنيو ده بقى هنركنه على جنب. انا عايز اكل ريش وعايز اكل كفته وكباب وشيش طاووق، يعني الاربعه اللي عندك اللي هم التوب. كل طبق مشكل يجيلك باذن الله. توكل على الله وقول لي سعره في الاخر. توكل على الله. السلام عليكم. دي طاولتي. اسمك ايه؟ محمد. الله يبارك لك يا محمد. الله يكرمك. شكرا يا محمد. فعلا دم عزك يا كويت. اسمك ايه؟ ياسر. ازيك يا ياسر؟ عامل ايه؟ الله يخليك. انتوا فاتحين بقالكم قد ايه؟ بقالنا سنه. سنه ما شاء الله. المكان لسه بيلمع تقريبا، لسه منظفين كمان. يا مسهل الحال. انا طلبت طلب مشويات ميكس كده يعني من اللي انا بحب اكله، فهنشوف شكله دلوقتي وهقول لكم على السعر بتاعه والطعم طبعا لازم تبقوا عارفين يعني. بسم الله ما شاء الله. اوه خبز فريش ده صح؟ فريش خبز جوه. موضوع توميه بينزل معاه الدوب. حلو قوي. خلل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. حلو قوي. تسلم ايديك. الطبق ده سعره كام؟ ما قلتليش بقى الحدوته دي كلها. دي يا باشا كل اللحم ده المشكل والحاجه بيجي 4 وربع. المشكل 4 وربع. العادي اللي هو 2 ونص بيجي اللي هو سخين كباب سيخ تنكه سيخ طاووق. ما شاء الله. على فكره الطلب ده ليا انا، يعني هو مش موجود في المنيو. اكيد مظبوط، هو عشان المشكل كده احنا موجود. طلعنا بالسعر شويه. شكرا جزيلا. دي كده الريش. طبعا اللحم اللي انتم شايفينه ده عربي. كباب. شيش طاووق. توكلنا على الله. طبق سلطه كده حلو. ده مش فتوش، دي سلطه خضراء عاديه جدا. نقول بسم الله ونجرب اول حاجه الريش. دي الريش. خلونا نقطع الحته دي الاول. دي الريش. بسم الله. ناكلها كده قبل ما نغمسها في التوميه، او طبعا جالنا في النهايه طبق فيه متبل وفيه حمص الحلو ده، وده ضيافه. بسم الله. هم هنا بيخبزوا خبز التنور في المكان. من عيوب القعده اللي بره الدبانه، من عيوب القعده اللي بره الدبانه، فاللي يشوف دبانه معديه عادي يعني مش اي مشكله. ربنا يستر بقى. جرب الكفته. الريش حلوه بس جرب الكفته. دي الكفته. معموله بالطريقه الحلبيه او الطريقه الشاميه، فالطعم طبعا مختلف تماما عن الطعم اللي انا عارفه الاكل المصري او الاكل. نجرب دي بقى. ده الكباب. غمسها في التوميه. طعمها حلو. طعمها حلو. التتبيله بتاعتها مش تقيله يعني، اللحمه باينه اكتر من التتبيله يعني. بالريش والكفته والكباب الطريقه الشاميه. التتبيله بتاعتها تتبيله شاميه 100%. فمغير طعمها لحاجه تانية خالص يعني، مش متعود عليها. هيحب هيحب دي. اخر حاجه شيش طاووق.
الريش والكباب حبيتهم بصراحه. الكفته حسيتها مش ماسكه نفسها كده، مش طبق حلو. ادخل في الموضوع بقى، هيحب الطبق ده. طبعا المطعم اسمه ابو حسب، بكتب لكم العنوان تحت بقى خلص اكل. سلام. وجاءت اللحظه الحاسمه، حسبنا 4 وربع.